يا دكتور انا دايما عندي صداع 24 ساعة. الصداع ما بيروحش مني وما بيروحش بالمسكنات، مهما خدت من مسكنات مهما خدت من ادوية الصداع ثابت معايا ومفيش حاجة بتعمل معايا نتيجة تماما. السلام عليكم، ايه الاخبار؟ ان شاء الله جميعا تكونوا في افضل حال وفي افضل صحه. السؤال ده من الاسئله اللي احنا بنتسالها باستمرار. الصداع اللي بيفضل ماسكك وما بيروحش بالمسكنات، خليني اقول لك المفاجاه ان ممكن جدا الصداع ده يكون جاي من اخر حته انت بتفكر فيها، الا وهي الرقبه. مشاكل الفقرات العنقيه ممكن تسبب بالنسبه لنا صداع احنا بنسميه الفايكوجينيك هيديك او ديسكوجينيك هيديك، صداع الناتج عن مشاكل الفقرات العنقيه، وده بيكون ليه كاركترستكس او خصائص خاصه بالصداع ده هنتكلم فيها دلوقتي مع بعض بالتفصيل. لان اخطر حاجه في الموضوع ان انت ممكن يكون بقالك سنين تعالج العرض وسايب المشكله الاساسيه بدون حل، لدرجه ان انت تحاول تعالج الحاجه فتهدى معاك حاجه بسيطه ولكن لسه الصداع موجود لان انت ما عالجتش المشكله. تبدا ترغم نفسك وتوهم نفسك ان انت لازم تتعايش مع المشكلة دي لانك خلاص مش لاقي ليها حل. وقبل ما اشرح لك الخصائص دي لازم نفهم من الاول ايه العلاقة ما بين الرقبة وما بين المخ بشكل بسيط جدا. الرقبة مش مجرد عضلات بتشيل الراس وبس، فيها اعصاب واوعية دموية مرتبطة ارتباط وثيق بالراس، وهي اللي بتربط ما بين الراس وبقية مناطق الجسم. اي مشكلة بتحصل في الرقبة بداية من الشد العضلي البسيط خالص لحد المشاكل الكبيرة وغضاريف الفقرات العنقية او حتى تزحزح الفقرات، هيبدأ يأثر بالنسبة لنا بشكل كبير على كل الأعصاب والأوعية الدموية اللي داخلة واللي خارجة كمان من المخ، ويبدأ المخ يخش في حالة الصداع اللي حضرتك بتشتكي منه، خاصة إذا كان الصداع ده بيزيد جدا مع حركة الرقبة. وبالتالي أي حاجة بتأثر بالنسبة لك على الرقبة بتبدأ تدخلك في المشاكل دي اللي ممكن توصل معاك لدرجة الصداع. الدوخة، أيوة، بداية من القعدة الغلط، استخدام الموبايل بطريقه غلط، استخدام اللابتوب بطريقه غلط، الانحناء الكتير، وضعيه النوم الغلط، التوتر والضغط النفسي، القعاد على المكاتب لفترات طويله، ضعف الفقرات. انا بحاول ان انا اجمع معظم الاسباب بالنسبه حتى مثلا للناس اللي عندها الكالسيوم قليل والفقرات ذات نفسها فيها هشاشه في العظام، فبالتالي الفقرات ما بتكونش قادره تستحمل الضغط اللي واقع عليها. كل الاسباب اللي ممكن تؤدي لحدوث مشاكل في الرقبه ممكن جدا تسبب لك الصداع، ممكن جدا تسبب لك دوخه زي ما انا لسه قايل لك، ممكن جدا تحسسك باحساس بالقيء او الغثيان، ممكن جدا تحسسك ببليد فيجن او تبقى الرؤيه مشوشه وغير واضحه، ممكن جدا تحسسك ان انت مش قادر تاخد نفسك. لان مشاكل الرقبه والحاله اللي بتجيلك فيها الصداع انت بيكون عندك مشاكل تانية انت مش واخد بالك منها، زي التأتيبة او الشكل اللي انت شايفه قدامك في الصوره اللي احنا بنسميه الابر كروس سندروم. والابر كروس سندروم هي مشكله بتحصل لناس كتير قوي وهي مش واخده بالها، تلاقي رقبتها طلعت لقدام، بدأت ان هي تأتب او تنحني للامام، بدأت ان هي تضغط على عضلات الصدر فبالتالي ما بتكونش قادره تاخد نفسها بشكل كويس، بدأت ان هي تأثر على العضلات بتاعت لوح الكتف وبالتالي لوح الكتف كمان بالنسبه لها بيتأثر، والعضلات الخلفيه والاماميه بالنسبه لنا للرقبه تبدأ انها تتأثر، وممكن كمان توصل للحاله اللي احنا شايفينها دلوقتي ان الانحناء الطبيعي بتاع الرقبه يختفي، الحاله اللي احنا بنسميها straightening of the cervical spine، استقامه الفقرات العنقيه. ودي مشكله كبيره جدا 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 لان كل الاوعيه الدمويه اللي انا لسه قايلها لحضرتك بتبدا ان هي تنضغط، لان الانحناء الطبيعي اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقنا بيه بدا ان هو يروح ضغط على كل الاعصاب والاوعيه الدمويه اللي داخله اللي خارجه كمان من المخ. وان وصل المريض لحاله استقامه الفقرات العنقيه الاهم ان هو يعالجه، يحاول انه يرجع الانحناء الطبيعي بالنسبه لنا للرقبه بقدر المستطاع مع علاج مشاكل الرقبه الاخرى من غضاريف او من شد عضلي او من تسميع للالم والتنميل اللي بيحصل في الايدين وخلافه. فلو كنت حضرتك بتحس بالمشاكل دي لازم تروح تكشف عند دكتور مخ واعصاب الاول، الكشف الطبي، وبعدها لازم تتحول لدكتور العلاج الطبيعي والتاهيل. العلاج الطبيعي هنا يا جماعه ماست مش شود، يعني العلاج الطبيعي مهم جدا 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 المشاكل دي عشان يرجع الانحناء الطبيعي تاني للرقبه. لو كان حضرتك عندك استقامه الفقرات العنقيه يبدا يشيل الضغط من على الاعصاب اللي احنا بنسميها ديكومبريشن اوف
النيرفز، يبدا ان هو يقوي العضلات، يبدا ان هو يعمل اهم حاجه البوستشرال كوريكشن، تصحيح وضعيه الجسم والحفاظ على نفسك من التأتيبة. طيب انت دلوقتي لو كانت طبيعة شغلك تقيلة، بتقعد على مكتب، بتقعد على اللابتوب، بتشيل تقيل، حضرتك ست بيت، المطبخ والكنيس وكل الحاجات دي كلها، نعمل ايه؟ حافظ ان احنا ما ننحنيش لقدام كتير. طب انت مش عارف تعمل كده، في وسائل كتير جدا مساعدة زي مشد الظهر، الصورة اللي حضرتك شايفها، وفي انواع كتير جدا جدا منه. رقم 2 بعد 30-10 وانت شغال، حاول كل نص ساعة تريح 10 دقايق، تقوم تفرد ظهرك، تعمل استطالات خفيفة لرقبتك، تحرك عضلات جسمك عشان الوضعيات الغلط. انت قاعد مدة طويلة عامل كده، جسمك بياخد على الوضعية دي. بس كده، دي كانت نهاية الحلقة بتاعت النهاردة. اتمنى الحلقة تكون عجبتكم. لو عجبتك الحلقة وبتشوفني على الفيسبوك، ما تنساش تدعمني لايك، منشن، شير. لو بتشوفني على اليوتيوب، ما تنساش تدعمني باشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس عشان يوصل لك كل الفيديوهات الجديده اللي احنا بنتكلم عنها ان شاء الله اول واول. لو عندك اي سؤال اكتبه لنا في الكومنتات، وان شاء الله هنرد على حضراتكم جميعا. المهم والاهم انكم تصلوا على النبي، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي رسول الله. انا مصطفى سليم، هنا حكيم اعصاب. اشوفكم الفيديو الجاي على الف خير وصحه وسعاده. السلام عليكم.